شكرا لجواد بدا وعمر الخضيري. إذا المنتخب المغربي يحرز المركز الرابع، وهو إنجاز كبير وإنجاز ممتاز وإنجاز طبعا تاريخي بالنسبة للمنتخب المغربي. المنتخب الكرواتي يحرز المركز الثالث بعد ما كان وصيف في 2018، الآن يصبح في المركز الثالث. على كل يوسف شيكو مبروك رغم الخسارة اليوم، لأنه في النهاية المنتخب المغربي أنهى البطولة، أنهى كأس العالم، أنهى هذه النسخة الاستثنائية المربع الذهبي ويتحصل على المركز الرابع. فتحية إعجاب وتقدير للمغرب، عناصر المنتخب المغربي والمدرب على كل ما قدموه. شكرا للمغرب لأنه رفعوا الراية العربية والإفريقية عالية في سماء قطر. الحمد لله على كل شيء. أول شيء هارد لك المنتخب المغربي على نتيجة اليوم، ومبروك على الأداء البطولي في هذه البطولة. مركز رابع، مركز أكثر من مشرف، رفعوا راسنا صراحة وشرفونا، شرفوا المغرب وشرفوا بلدهم وشرفوا كل العرب بهذا الأداء وبهذه المستوى اللي قدموه من طيلة البطولة. الآن هم مع الأربعة الأوائل، الأربع أفضل منتخبات لعبوا إلى آخر نقطة، وهي كما قلت دور المربع الذهبي، ثم خسرتهم اليوم المركز الرابع، المركز الثالث. لكن هذه كرة القدم، كان هناك عياء، كان هناك إصابات كثيرة، وشاهدنا حتى بعض اللاعبين ربما أصيبوا خصوصا على مستوى خط الدفاع، وكانت هناك بعض التغييرات الاضطرارية كلاعبين وسط أصبحوا مثلا المرابط أصبح يلعب كمدافع، لأن كل لاعبين الآن أصيبوا، تقريبا 5 لاعبين أساسيين في الدفاع كانوا مصابين. لكن يجب شكر هؤلاء اللاعبين على هذا الأداء وهذا العطاء، وكذلك هذه الجماهير هشام اللي حضرت وساندت المنتخب. أنا أشكرهم من أكثر أشهر هذا الجمهور على المساندة طيلة هذه البطولة منذ بداية المباراة إلى آخر المباراة. ثقوا في هذا الفريق، ثقوا في هؤلاء اللاعبين، وهؤلاء اللاعبين لم يخيبوا الظن وكانوا في المستوى وكانوا في الوقت وفي العهد كما قلنا. هناك صحيح مكتسبات بالجملة من هذه البطولة مع مدرب وطني، مع لاعبين كذلك، لاعبين عندهم مستقبل وعندهم لاعبين لا زالوا شباب، مكتسبات كثيرة دائما. وكما قلت سأرجع إلى كلام هشام أنه عندما الصعب أن تصل إلى القمة، والأصعب أن تحافظ على هذه القمة. هذا هو الأصعب الآن. علينا التفكير أفضل بطريقة أفضل. الآن كل الأشياء متاحة لنا لكي نهيئ. عندنا منافسات مقبلة كثيرة قادمة، وبالتالي يجب التهيؤ. هناك كانت بعض نقاط اللي يجب إصلاحها بشكل أكثر، لكن كما قلت دائما عندما تكون هذه المنافسات على أعلى مستوى، أفضل مسابقة في التاريخ كأس العالم، وتلعب بهذا المستوى وتصل دور المربع الذهبي مع كبار الأندية. الإنجليز خرجوا، البرازيل خرجوا، الألمان خرجوا، صحيح، وفزت على وصيف بطل العالم، وصلت على ثالث بطل العالم، وتعادلت كذلك مع الكروات، فزت على البرتغال، فزت على إسبانيا، خسرت بصعوبة من فرنسا اليوم كذلك خسارة رغم الغيابات والظروف، خسر بصعوبة، وكان ند مع منتخب كرواتيا. كل هذه الأشياء الحمد لله تفرح وتسعد، وهذه شاهدناها في العديد من كل المدن المغربية وحتى المدن عبر العالم، كل المغاربة حتى العرب جزاهم الله خير على مساندتهم وكذلك تشجيع المنتخب الوطني، وعلى رأسهم أمير البلاد والعائلة والأمير الأب، كلهم كانوا وراء المنتخب. وكذلك نشكر قطر على هذا التنظيم الرائع والنسخة الاستثنائية التي ستبقى في التاريخ، ويبقى معها كذلك في التاريخ وصول منتخب عربي أفريقي إلى نصف النهائي. المنتخب الكرواتي يتحصل على المركز الثالث، ولو أنه مش المنتخب الكرواتي اللي شاهدناه في 2018، طبعا هذا أقل درجة من منتخب 2018، لكن رغم هذا يتحصل على المركز الثالث. في 2018 كان وصيف، اليوم هو في المركز الثالث، فيبقى دائما في المربع الذهبي. فالمنتخب الكرواتي لحد الآن يبقى من بين الكبار.
أعتقد أن المنتخب الكرواتي لعب بطريقة جيدة في هذه المنافسة رغم أن غياب بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بعد نسخة 2018. نحن نفتقد الكثير اللاعبين الجيدين. مانزوكيتش كان من خيرة مسجلي الأهداف، ولكن رغم ذلك ورغم غياب الكثير من اللاعبين شاهدنا تألق بعض اللاعبين الكروات الذين حققوا نتائج مشابهة بما حصل في عام 2018. إذا الثناء موصول إلى المنتخب الكرواتي الذي خاض منافسة جيدة. المنتخب الكرواتي عانى أيضا من الإصابات، وأيضا المنتخب الكرواتي عانى أيضا من الإصابات، وهذا جزء لا يتجزأ من منافسات كأس العالم. حصلوا على المرتبة الثالثة، ولكن بعض البدلاء حققوا المراد. وفي نهاية المطاف المنتخب الكرواتي لعب بطريقة جيدة. تحدثنا في الكثير من المرات عن بلد صغير لا يتعدى فيه عدد سكان أكثر من 4 ملايين يحصلون على مرتبة الوصيف في عام 2018 والمرتبة والنهائي أصبح على المحك والأجواء أكثر إثارة. هذه اللقطة توضح لك طريقة التنفيذ والدقة في التسديد. لقطة كانت صعبة على حارس المرمى. احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. نشوف الإعادة، نشوف الهدف الرائع الصاروخي، تسديدة قوية جدا من لاعب استثنائي، مهارة كبيرة في تسديد.